تفتكر لو تتحاكم على اللي عملته وعرفت ان القاضي بتاعك اصلا طائر هتعمل ايه؟ انا تحكم عليا بطه؟ المصريين القدماء ليهم قصص كتير قوي مع الحيوانات. هتلاقي شويه مع قطط، حبه مع زواحف، شويه مع طيور. هقول لك بقى على قصه المصري القديم مع طائر اسمه ابو منجل. ابو منجل بالانجليزي اسمه ده زي ابو اردان صديق الانسان. سوري. بص يا سيدي، ابو منجل ده طائر بينتمي لجنس الطيور اسمه ابو ملعقه، ابو منقار يعني. ده طائر ليه منقار طويل ورفيع وعامل زي قوس باصص لتحت. موجود منه كتير في امريكا وايطاليا وفرنسا واسبانيا ومصر، بس زمان شويه. ده مقضيها سفر ولعب بقى. والمصريين حبوه امتى؟ اللي حابب المصريين القدماء في ابو منجل انه طائر هادي ومحدش بيسمع له صوت، معروف عنه هدوء وصبر وهو بيصطاد اكل. كان بيساعد الفلاح وبيخلصه من الحشرات الموجوده في الزرع. طبعا المصري القديم قدسه ورسموا على حوائط المعابد والمقابر، ده غير انهم استخدموه كرمز في اللغه المصريه القديمه اللي هي الهيروغليفيه. ولحد دلوقتي وعلماء الاثار لسه بيكتشفوا مومياوات كتيره لطائر ابو منجل متحنطه بنفس طريقه تحنيط المصري القديم، واكتشفوا اعداد كبيره قوي لتماثيل ابو منجل. سراديب تونه الجبل، ودي مقبره موجوده في مركز ملاو محافظه المنيا. وعلى كده بقى ناقص تقولي في اله باسم ابو منجل. تقديس المصري القديم للحيوانات ما كانش بيقف عند الرسم والتحنيط بس، فهنلاقي ان ابو منجل هو الاله تحوت او توت. هات ودنك كده، توت إله الحكمة عند المصريين القدماء. كان بيترسم بجسم إنسان وراس أبو منجل. المصريين القدماء كانوا بيعتبروا إله تحوت هو إله الكتاب والحساب والعلوم. رسم دايما وهو ماسك قلم ولوح وبيكتب عليه. أمال إيه بقى حكاية المحاكمة وأبو منجل والكلام ده؟ الإله تحوت كان ليه دور مهم قوي في محاكمة الموت. المصري القديم كان فاكر إنه بعد ما يموت هيتحاكم، بنتوزن قلبه قدام ريش بيعرفوا من كده إذا كانت أعماله حلوة ولا وحشة. وكان الإله تحوت واحد من الآلهة اللي كانت لازم تحضر الحدث ده، وهو اللي بيكتب نتيجة الميزان ده، وده اللي اداله شهرة بما عنده استقامة. قول لنا وليك قصص مع الطيور وخصوصا أبو منقار. متنساش اللايك والشير والسبسكرايب.